اهلا بيك في مدرسه التعذيب. المدرسين قرروا يسحبوا الموبايلات، يعني مفيش حياه. بس اللي ما يعرفوش ان انجيلو داهيه وهيعلن الحرب عشان يرجع يتواصل مع شلته. انجيلو شغل الموتور وقرر يستعمل التكنولوجيا البدائيه، الجوابات الورق. فيكتور افتكرها هيصه، بس انجيلو قاله: فوق يا زميلي، احنا هنعمل صوره بالورقه والقلم. المصيبه ان اخته ايلينا عندها ريكورد مرعب: 348 جواب في حصه واحده. انجيلو الغيره اشتغلت عنده وقرر يكسر رقم اخته ويكسر مناخيرها. البيت اتحول لغرفه عمليات. انجيلو وزع المهام: لولا ترسم وشيرود يحسب الزوايا. الخطه واضحه، لازم نكسر الرقم ونهز عرش المدرسه بالورق. اول سلاح كان حمامه زاجله، بس دي طلعت خريجه سجون. قلبت الاوضه حلبه مصارعه. يا ابني، احنا عايزين نبعت جواب، مش نفتح محل طيور. بس انجيلو ما بيستسلمش. بدا التدريب العنيف. انجيلو عمل تماثيل للمدرسين عشان العيال يتعودوا. باصي الورقه من تحت الترابيزه يا عسكري. دي بقت تدريبات قوات خاصه خلف خطوط العدو. ساعات الصفر بدات. المدرس يلف ظهره والجوابات تطير كانها صواريخ باليستيه. انجيلو عينه في نص راسه بيراقب والمنوره ماشيه زي الساعه. بس تريسي المخبره شمت ريحه مؤامره وقامت تفتش. اثبت مكانك يا انجيلو. بس الجوابات كانت بتقع وهي بتخبيها بشنطتها. حركه معلمين. وفجاه الحمامه سوابق رجعت وعملت زلزال. الفصل اتقلب سيرك، والمدرس بقى زي الفرخه الدايخه. العيال استغلوا الهيصه عشان يخلصوا المهمه. فرصه ذهبيه يا وحوش. فاضل جواب واحد. انجيلو رمى رميه العمر، والعداد وصل ل 349. الريكورد اتكسر يا جدعان. انجيلو بقى هو ملك الجوابات الرسمي. الخبطه القاضيه في البيت. الينا عرفت الرقم وبخت العصير من الصدمه. انجيلو كسر غرورها وخلاها عبره. انجيلو عملها يا جماعه، قديم بس دهب.